السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في تصريحات أسعدت الملايين في الجزائر اليوم على لسان بعض الصحفيين والإعلاميين وحتى الفنانين، وفي مقدمتهم الفنان المغربي نبيل عاطف الذي يواجه حاليا رقابة صارمة وتحقيقات قضائية بشكل تعسفي بعد دفاعه عن الجزائر ضد اللوبيات الفرنسية التي تسعى من حين لآخر بشن هجمات عدائية ضد الجزائر وشعبها الشقيق. فقد أوضح الفنان المغربي بأن هناك الكثير من الفنانين المغاربة وغيرهم يحبون الأشقاء الجزائريين ويجدون دعما كبيرا منهم، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا بتصريحات على المباشر توضح دفاعهم عن الجزائر في مثل هذه الأوقات الصعيبة، نظرا للممارسات والضغوطات التي يقوم بها النظام المغربي ضد من يدافع عن بلد الشهداء. وهذا ما أكدته إحدى الفنانات التونسيات التي عبرت عن حبها للجزائر وشعبها الطيب الوفي المخلص في حب وطنه، وأشارت بأن حاليا العديد من الأنظمة العربية تستخدم سلطتها ضد حرية الرأي، فلم نشاهد ذلك من قبل. فكل من يشعر بداخله بدفء تجاه جمهور معين يعبر به دون خوف أو قلق من مصيره القضاء المجهول،